كيبدا الفيلم ديالنا مع ولد سميتو جو كيعجبوه الالعاب ديال الخفه والحركات السحريه. دخلت عندهم أم صوفيا وعطاتو دعوه وصلتهم من الاكاديميه ديال تعليم السحر. منين فتحها لقى فيها فيديو مصور من المدير ديال الاكاديميه بريسون، وكان هو كيرحب به باش يجي عندهم الاكاديميه، وقال له باللي غادي تكون المده ديال التدريب زوينه، غادي يتعلم الالعاب ديال السحر على يدين ساحرين مشهورين، وغادي يكونوا دراري وبنات في العمر ديالو. وفي اخر الدوره التعليميه غادي تكون مسابقه يختاروا فيها احسن فرقه فيهم واحسن ساحر. جو عجبو الحال بزاف وبغى يمشي حيت هذه كانت من الاحلام ديالو، وتاثر وكان باه هو اللي دفع ليه لهاد الاكاديميه قبل ما يموت، حيت الرغبه ديالو انه يكون ساحر مشهور. ولكن جو قال لمو ما نقدرش نمشي ونخليك انت وخويا الصغير بوحدكم، حيت مور ما مات باه ولا كيحس براسو هو المسؤول دابا. مو قالت ليه ما تخافش علينا، غادي نكونوا بخير، وحتى المده ديال الدوره ما طويلاش، غير 5 السيمانات، يعني دغيا غادي يرجع عندهم. جو اقتنع بهضرتها ووافق يمشي. من جهه اخرى كنشوفوا واحد الشيفور ديال الطاكسي سميتو اندرو، حتى هو كان ساحر. وصل واحد السيده كبيره في العمر، وفاش نزلت بغات تخلصو، بقات كتقلب في صاكها على الفلوس ولكن ما لقاتهمش. اندرو بقات فيه فخدم الالعاب ديال الخفه ديالو، وقال للسيده هي الفلوس فين طاحت لك. هي خداتها على اساس راه ديالها وعطاتها ليه باش تخلصو، وطلبات الصرف من الفوق. اندرو تفهمها ومشى بلا مشاكل، وتما كيلقى راسو هز بريستون المدير ديال الاكاديميه، وتفاجئ حيت كان معاه في الاكاديميه حتى هو. ودابا بريستون جا طلبو باش يرجع معاه ويبدا يعطي الدروس للدراري. اندرو ما بغاش وقال له انا بعدت من السحر شحال هادي. بريستون غير قال له راه غادي يجيبو حتى الساحره ايمي تعلم معاه الدراري. بدل رايه وقال له صافي غادي نجي، حيت كان وقع بينه وبينها شي سوء تفاهم شحال هادي. وفعلا الغد ليه كان هو الموعد ديال الدوره، واندرو جا الاكاديميه شاف الدراري جايين جهتو ففرح، حيت حساب ليه جايين يسلموا عليه. ساعه خلاوهم مشاو عند ايمي، دابا هي اللي مشهوره وكلشي كيعرفها. في هاد الوقت صوفيا وصلت ولدها جو الاكاديميه، وغير وصلوا شاف واحد من الاولاد مخرج الدرا من الكرتونه بلا ما يقيسها ورماها في فمو. فقال لمو المستوى ديال ولاد هاد الاكاديميه مجهد بزاف، وانا كنعرف غير العاب الخفه ديال الكارطه، ماشي لهاد الدرجه ديال نحرك شي حاجه. امو شجعات وقالت ليه انا كنامن بك قادر دير بزاف ديال الحوايج، وباك مات وهو مامن بك، وبغى تحقق ليه الرغبه ديالو وتكمل في هاد الشيء. وموراها دخلوا للقاعه، جا بريستون رحب بيهم وقال لهم في الاخر ديال الدوره غادي يديروا لهم مسابقه، وفريق واحد هو اللي غادي يربح، والساحر اللي ربح غادي ياخذ العصا السحريه. وقال لهم غادي نخليكم دابا مع عروض من ساحرين كبار. دخل الاول وحول الثوب للثلج، والساحره الثانيه طيرت الطابله في السماء، والثالثه هي ايمي دخلت وهي طايره في السماء والدراري فرحانين بها. منين نزلت في المسرح هضرت مع واحد الولد سميتو لي، وكان جالس حدا جو، وقالت ليه يقول جو في ودنيه على القدوه ديالو. منين قالها ليه رسمت ليه واحد اخر في الورقه وسولاتو ياك ماشي هو، يلا هضروا وشوف واش هو اللي اللور. ومنين داروا الدراري خرج اندرو من جيبو ورقه وفعلا مكتوب فيها السميه ديال القدوه ديالو ليو اللي قالها جو. وفي البلاصه ايمي حولت الرسمه اللي كانت راسمه لوجه هذاك القدوه، وهاد الخدعه كانت كبيره بزاف في عينين الدراري حيت كتبان لهم صعيبه بزاف. مور ما كملت العرض ديالها جا بريستون وعرفهم على اندرو، قال لهم باللي راه ساحر كبير وموهوب، ولكن حيت ما قدم لهم حتى عرض الدراري كاع ما داوهاش فيه. من بعد خرجوا الدراري من جيوبهم ورق ديال الكارطه بها باش عرفوا البيوت اللي غادي يسكنوا فيهم هاد المده، والجوجه مع ليو في نفس البيت. مور ما خرجوا من القاعه ديال المسرح مع ليو، جا عندهم واحد المتنمر سميتو ويلي وقال جو ورينا من سحر كتعرف دير. جو حشم وما عرف ما يدير حيت كانوا بزاف ديال الدراري اخرين كيشوفوا فيهم. هنا ويلي ضحك عليه وجد كاس ديال الماء ودار ليه خدعه سحريه وغبر منه الماء، وفي الاخر رجع ليه الماء ورماه على الجوفه فزق ليه حوايجو. من جهه اخرى كان اندرو ينزل في حوايجو من الطوموبيل، جات ايمي هضرت معاه ولكن هو جاوبها ناقص، وكان باينه باللي مخاصم معاها حيت كانوا صحاب شحال هادي، ولكن وقع بيناتهم شي موقف خلى اندرو يتقلق منها. من بعد تقسموا الدراري لجوج مجموعات، المجموعه الاولى سميتها دياموند ومسؤوله عليها ايمي وهي اللي جا فيها ويلي المتنمر، والمجموعه الثانيه سميتها هارت مسؤول عليها اندرو جا فيها جو صاحبو ليو. دخل اندرو مع المجموعه في بلاصتهم باش يتعرف عليهم، ومنين سولهم على شنو كيعرفوا في السحر لقى الدراري كلهم ما عندهم حتى علاقه بالسحر وما كيعرفوش ليه، يعني خاصو يبدا يعلمهم من الزيرو. هو تعصب حيت بريستو النهار الاول قال له غادي غير تعاونهم ماشي تعلمهم من الاول، ولكن شاف جو هو كيحرك الاوراق ديال الكارطه بطريقه زوينه وقال له انت موهوب. من بعد قال لهم كل واحد يشد بلاصتو ينعس حيت غدا تابعكم التدريب. الغد ليه فاش فاقوا اول تمرين دار معاهم هو يتعلموا يفتحوا الحبل بطريقه سريعه.
من بعد بدا كيعلمهم كيفاش ينقلوا الحاجه من يد ليد بخفه وما تبانش. الدراري حتى حد ما عرف ليها من غير جو اللي قدر يديرها صحيحه، ولكن ما قالها لحد وما وراها لحد. ومن بعد خداهم اندرو للبلاصه فين كاينين الحيوانات. واحد البنيته سميتها روز عجبوها الارانب، ولكن خافت تقرب منهم وتقيسهم. اندرو خلاهم ومشى عند بريستون وقال ليه راه المجموعه ديالي كلها مبتدئين، وبهذا النيفو حتى حد فيهم ما غادي يكون مستعد للمسابقه. وقال له غير سمح لي ما غاديش نقدر نكمل في هذا الشيء، ومشى يجمع حوايجو. وتما شاف جو كيفاش قادر يحرك الاوراق ديال الكارطه بيد وحده، وزاد عجباتو الموهبه ديالو. قرب حداه وقال له عاود هاد الحركه اللي درتي، ولكن جو ما قدرش يعاودها وقال له كنتلف منين كيكون شي حد كيشوف فيا، زائد ما قادرش نتميز حيت هنا كاينين دراري متميزين عليا وفايتيني بزاف. اندرو خلاه ينسى هاد الشيء وبقى كيسول فيه على عائلته، وبلا ما يحس جو عاود دار هذيك الحركه. اندرو قال له الا بغيتي تحيد التلفه بقى تفكر في شي واحد عزيز عليك. جو بدا كيفكر في باه. ديك الساعه الخدع السحريه بدات كتخرج من يدو زوينه بزاف، كل وحده كتنسي اندرو في الاخرى. اندرو منين شاف هاد الشيء تراجع على القرار ديالو، فكر باش يبقاو يعاون الدراري يخرجوا المواهب اللي مدفونه فيهم. رجع معاهم للبلاصه ديال الحيوانات، وروز غير فتحت على الارانب القفص هربوا ليها وما قدرتش تحبسهم. خرجت تابعاهم هي وصحابها، وكانوا الدراري ديال المجموعه الاخرين واقفين على برا شافوا المنظر ديالهم وهما كيجريو مورا الارانب وبقاو كيضحكوا عليهم. جو شاف واحد البنت معاهم سميتها جانيل، كانوا يديها مربوطين وشافها حتى فتحات راسها بكل سهوله. بقى حاضيها حتى بعدت على المجموعه ديالها، فمشى عندها وسولها كيفاش حتى قدرت تفتح على راسها بهذيك السهوله. هي قالت ليه منين كتبغي دير شي خدعه سحريه كتحاول ما امكن تستمتع بها وتركز فيها. وجو كانت باينه عجبه البنت. موراها رجع للمجموعه ديالو. اندرو درب المجموعه ديالو على يخبعوا الفلوس وهما عرفوا يديروها، ومشى مع روز هاد المره وعلمها كيفاش تتعامل مع الحمام في عوض الارانب. ومن بعد خداهم باش يختاروا اللباس اللي غادي يكون خاص بالفريق ديالهم. وهنا عرف باللي واحد الولد سميتو جيمي الاختصاص ديالو هو الخياطه والموضه، فقال له صافي انت صالح لينا، وداه باش هو اللي يتكلف بالحوايج ديالهم. من بعد سول ليو على الموهبه ديالو، فقال له انا كنطير في الرياضيات وكنقدر نحسب بالزربه. اندرو سولو على عدد الكراسي في القاعه. ليو شاف فيهم شوفه وحده وفي رمشتين عطاه العدد ديالهم. اندرو غير كيزيد يتصدم في المواهب اللي كيخرجوا من الدراري. اما جو فحاول يدير قدامهم داكشي اللي كيعرفو، ولكن تلف بحال ديما وما عرفش يديرها. اندرو خداه معاه البيرو ديال بريستون اللي خاص بالسحاره المتميزين اللي دازو عنده في الاكاديميه. وتما جو شاف تصويره لاندرو ايمي مع بعضياتهم وسولو كيفاش مصورين هنا وانتم دابا معادين. اندرو جاوبو من مده فاش تخرجنا من هاد الاكاديميه كنت من ديما انا وياها متفوقين في السحر، حتى ولينا فريق واحد وكنديروا العروض مع بعضياتنا والناس ديما مصدومه فينا. ولكن في واحد النهار جانا عرض في التلفازه وهي مشات ليه غير بوحدها بلا ما تعلمني. من تما خديت منها موقف حيت ما عجبنيش التصرف ديالها، وموراها ولات هي مشهوره وهو اعتزل. مورا هاد الشيء تجمع الفريق، واندرو طلب من جو يعاود يجرب كيف يدير ديك الخدعه ديالو، ولكن عاود تلف وما عرفش. وهنا الدراري بداو كيديروا الصداع قدام جو، فخلاوه حتى تشتت ليه الانتباه ولقى راسو كيدير في الخدع بكل سهوله. وهاد الطريقه اكتشفها اندرو فرح منين نجحت ليه، وبدا الفريق كيلعب مع اندرو هما فرحانين وكان باينه باللي ارتاحوا ليه وبغاوه. من بعد مشاو للساحه ياكلوا دخلوا دخله ديال المولوك باللبسه ديالهم، فخلاو الفريق الاخر غير كيشوفوا فيهم. وضروري من شويه ديال الاكشن منين بغى ليو يمشي يجيب لاكلاص ناد عنده المتنمر ويلي وقال له اجي نوريك واحد اللعبه بالكارطه اللي كان هاز، وقال له اختار ورقه. وفعلا دار عليه خدعه، ولكن جا جو خسر ليهم الجو وراهم الخدعه كيفاش دار ليها، حيت جو حافظ كاع الخدع ديال الكارطه. ويلي ما رضاش قدام صحابو ما بغاش يكون متفوق عليه، فناض خدا ليه الكارطه ديالو وحرقها ليه. جو تعصب عليه بزاف حيت هاد الكارطه ذكرى من باه اللي مات. جانيل شافت هاد الشيء وبقى فيها الحال عليه. في الليل تجمع الفريق وشعلوا العافيه وداروا بيها. ليو طلب السماحه من جو حيت بسببه تحرقات ليه الكارطه ديالو، وقال له واش نقدر نعطيك ديالي. جو قال له لا ما كاين حتى مشكل، وقال له انا بقى فيا الحال غير حيت كانت ذكرى من بابا وعزيزه عليا. وقال لهم بابا من ديما كان كيشجعني انني نتعلم الخدع السحريه، هو اللي علمه من الاول. وهنا بدا كل واحد فيهم كيعاود على القصه ديالو. ثم لاحظوا كاملين ان جانيل من الفرقه الاخرى كتشوف في جو،
وحتى جو كان كيشوف فيها وكلهم ضحكوا حيت فهموا شنو كاين. في الليل مور ما نعس كلشي فريق ايمي ناضوا منو هادوك المتنمرين اللي الزعيم ديالهم ويلي وجاو للبلاصه ديال الفريق جو. الغد ليه منين فاقوا لقاو اللباس ديالهم مقطع كامل وحتى الماتريال باش كيديروا الخدع والالعاب مخسر ليهم. الدراري كلهم تعصبوا حيت بلا داكشي ديالهم ما غاديش يقدروا لا يتدربوا ولا يشاركوا في المسابقه، وعرفوا ان الفريق الاخر هو اللي دار ليهم هكا. اندرو قال لهم الاستسلام ما عمرو كان الحل وخاصهم يثيقوا في راسهم باش يقدروا يحقوا اللي بغاو. من بعد خداهم كاملين للمدينه وقال لهم ها هما المحلات قدامكم، دوروا فيهم وخذوا اي حاجه ممكن تعاونكم في الالعاب السحريه ديالكم. مشاو الدراري وكل واحد فيهم شرا داكشي اللي غادي خصو ورجعوا للاكاديميه. منين رجعوا مشى اندرو عند ايمي وقال لها على داكشي اللي دار الفريق ديالها. هي قالت ليه راه منين عرفت عاقبتهم، وزادت قالت ليه النهار الاول فاش عرفت غادي نكون انا وياك هنا فرحت حيت غادي نرجعوا نتجمعوا عاوتاني، ولكن منين جيت صدمتيني بمعاملتك ليا. وهنا بدات كتبرر ليه التصرف اللي دارت وقالت ليه هذاك النهار ديال العرض جانا بجوج وعييت منصوني باش نقولها لك وتجي وتسني معايا، ولكن ما جاوبتينيش فاضطريت نسني معاهم غير بوحدي. وقالت ليه باش نكفر على هاد الشي راني لقيت لك عرض كبير في حفله غادي تكون غدا. اندرو فرح بهاد الشي ومنين مشى قالها لبريستون فرح ليه حتى هو وقال ليه غير سير وما تخافش على الفريق ديالك، انا اللي غادي نتكلف به حيت عارف هاد العرض اللي جاه اليوم فرصه مزيانه ليه في المسيره ديالو وما خاصوش يضيعها. وفعلا مشى اندرو يجمع حوايجو وبقى كيشوف في الدراري وهما ناعسين وبقاو فيه حيت غادي يمشي بلا ما يودعهم وغادي يخليهم بوحدهم، ولكن ما كان عنده حتى اختيار واحد اخر. لغد ليه فاقوا الدراري وما لقاوش اندرو. جا عندهم بريستون وقال لهم اندرو عنده عرض مهم غادي يكمل ويرجع عندكم. وفي التداريب ديالهم مع بريسون كانوا تالفين حيت كانوا مولفين اندرو غير هو. في نفس النهار اندرو قدم العرض ديالو في الحفله والعرض عجب الناس كلها. من بعد جا عنده المدير ديال المسرح وقال له برافو عليك كنتي واعر، وعرض عليه باش يجي يقدم عرض في حفله اخرى، وهاد الحفله غادي تكون في نفس النهار اللي فيه المسابقه ديال الدراري. نهار المسابقه جاو الوالدين ديال الدراري باش يحضروا العرض. جانيل طلات على المسرح فلقات والديها مازال ما جاو وتقلقات. اما الفريق الاخر كان كيتسنى غير في اندرو يجي، ولكن جا عندهم بريستون وقال لهم راه اندرو ما يقدرش يجي اليوم ولكن طلب منكم السماحه وقال لكم باللي فخور بكم وتيق فيكم. من بعد طلع بريستون رحب بالناس وبدا يقدم في الفقرات. دخلت روز قدمت العرض ديالها مع الحمام وقدرت تشد ارنب لاول مره، وحتى ويلي داز وكان حتى هو العرض ديالو انه يلعب بالورق ديال الكرطه. اما جو دخل الكواليس وبقى جالس بوحده. جا عنده بريستون فقال له غير اسمح لي ما نقدرش نقدم العرض ديالي حيت اندرو ما كاينش والتوتر غالب عليا، واندرو هو الشخص الوحيد مرباه اللي قدر الموهبه ديالو شجعو من قلبه. وزاد قال له حتى بابا اللي دخلني لهاد الاكاديميه ما غاديش يكون فخور بيا حيت خويت بيه. بريستون وراه فيديو ديال مول اللي صيفطات ليه وكتقول فيه باللي ولدها موهوب، وطلبات بريستون في الفيديو باش يقبل ولدها، اذا هي اللي دخلته الاكاديميه ماشي باه. هنا بريستون خلات جو يفكر مزيان في القرار اللي غادي ياخذ حيت ما يمكنش يضيع الجهد ديال مو باه وما يفرحهمش بداك الشيء اللي بغاو يوصل ليه ويحققوا. وهنا وصل العرض ديال لي وطلعوا قدم العرض ديالو بالحيل ديال الرياضيات اللي كيعرف، والناس عجبهم بزاف بالذكاء والسرعه ديالو. وجات النوبه ديال جانيل اللي منين طلعت للمسرح لقات والديها جاو ففرحت بزاف والخدع اللي دارت كانوا زوينين. وفي الاخير ديال المسابقه طلعت جو باش يشارك. هنا كنشوفوا اندرو اللي كان حاضر في المسابقه كلها وشاف العروض كاملين ولكن غبر راسو عليهم باش يخليهم يعتمدوا على راسهم. اما جو خرج الوراق ديال الكارطه وعيط على مو تجي تختار ورقه. هزات الورقه د الملكه اللي في الحساب ديال الكارطه ورقه وحده اللي كتكون فيها الملكه، ولكن قال مو تقيس الكارطه كامله وحولها كلها الملكه، وقال قدام كل شيء ان مو هي الملكه وهي السحر الحقيقي في حياته. ومو تاثرت بزاف حتى بكات. من بعد بريستون اعلن على الفريق ديال اندرو هو اللي ربح وخرج لهم اندرو. الدراري فرحوا بزاف حيت جا، وجانيل هي اللي خدات افضل ساحره وربحت العصا السحريه. اندرو جا عند ايمي وقال ليها باللي قرر يبقى خدام مع بريستون في الاكاديميه حيت تاقلم مع الدراري وبغى يبقى يعلمهم. وماين جو جات هنأت ولدها على العرض اللي دار وشكرته على الهضره ديالو ليها وقالت ليه باللي فخوره به بزاف. اما جانيل فاجات عند جو وقالت ليه باش ما ينساهاش ويبقاو على اتصال. من بعد اندرو ايمي وبريستون خداو تصويره مع الدراري كاملين وبقات كذكرى. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.